السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه العزيزية الدمياطي او المكرونة بالحليب او العزيزة. حاجة كده روعة والطعم جميل جدا جدا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. وهنقول هنعمل ايه. معايا حلة محطوطة على النار فيها 3 كوبايات مية. سبتها تغلي. جبت هنا كوباية مكرونة زي ما انتم شايفين، اي مكرونة عندك. حطيتها في قلب المية، هسيبها تتسلق وبعد كده بقى هنشوف هنعمل بيها ايه. انا عايزاها تتسلق إيه يعني تستوي قوي، تتهري كده منك خالص، او بمعنى اصح تعجن. كأني كنت بوريكم بص شكلها بعمل ازاي، بس هي كده لسه ايه معجنتش. معايا هنا كيلو لبن. هنا كانت خلاص بقى المكرونه ايه خلاص اتسلقت اهيت. هسيبها تبرد شويه وبعد كده ايه هنيجي نشوف هنعمل فيها ايه. هنا كانت خلاص المكرونه بردت. هنا كنت بوريها لكم بص اهي خلاص قربت تبرد اهي. العزيزية دي يا جماعة بقى عايزة ايه لبن ايه كامل الدسم. ده كيلو لبن سيبته يغلي. بص القشطة بتاعته، هو ده لسه كده ايه لسه ما بردش. لما يبرد بقى بيعمل قشطة كتيرة. هنا كنت جبت الخلاط بتاعي، نزلت بالمكرونة بتاعتي هضربها كده ضربة في الخلاط. قبل ما اضربها الاول هحط عليها ايه اللبن. هجيب ايه نص كمية اللبن، اخد نصه والنص التاني هسيبه. بصوا شايفين القشطة نازلة ازاي. بعد كده هحط حبة سكر، كوبايه سكر. احنا يعني انت على حسب بقى ايه انت عايزاها مسكره زودي السكر بتاعك. احنا ما بنحبهاش مسكره واحنا بنحبها حلوه كده مظبوطه. حطيت هنا كوبايه سكر. بعد كده بقى ايه هشغل الخلاط بتاعي. هنا كانت خلاص بقى ايه تتضرب معايا. وهنجيب حله نحطها على النار، هننزل فيها ايه بالايه اللي احنا ضربناه دوت. هنزل بقى كده فيها، افضل اقلب فيها كده شويه بالمضرب السيليكون بتاعي. ما تسيبهاش كده على النار من غير ما تقعدي تقلبي فيها عشان ما تتحرقش منك من تحت، لان احنا ايه هنحط فيها نشا. افضل اقلب كده فيها شويه. انا هنا كنت ايه بجيب هنا كنت بحط معلقتين من جوز الهند. معلقتين وشويه كده. اللي مش حابب يحط فيها جوز الهند ما تحطيش، براحتك. بس جوز الهند بتديها ايه طعم حلو كده، بتخلي طعمها حلو. اقعدي قلبي كده فيها شويه كده. بعد كده هاتي بقيه اللبن بتاعك، حطي فيه معلقتين نشا، قلبيهم كويس وايه وادلقيه على الايه على الحله ايه بتاعتنا. هنا كنت بقلبهم كويس واحطهم على الحله. اللي عايز بقى يا جماعه، اللي حابب يحط بقى زبده يحط مكعبين، اللي حابب يحط سمنه بلدي يحط. انا صراحه ربنا ما كانش عندي زبده، حطيت معلقتين سمنه بلدي. السمنه البلدي برضو بتخليها طعمها حلو. انا كنت بوريكم دي معلقه ودي المعلقه التانية. فضلت اقلب فيهم برضو شويه كده. بس طول ما انت واقفه كده اقعدي قلبي فيها، ما تسيبهاش، لازم انت تقلبي فيها ايه على طول. اللي كانت خلاص بقى ايه قربت تبقبق معانا. عايزه اوريكم البقبقه بتاعتها. اول ما تبقبق منك كده وتغلي خلاص على كده. بصوا هنا كنت بحاول اوريك البقبقه بتاعتها بس ما كانتش باينه اهي. عندك بقى فانيليا بودرة زي اللي عندي دي حطيها، عندك فانيليا التانية حطيها، بس الفانيليا دي بتبقى احسن من التانية شوية.
في ناس بقى يا جماعه بتحط عليها ايه، كيس كريم كراميل، بتبقى برضو طعمها تحفه، بيخلي طعمها كريم الكراميل ده بيخلي طعمها تحفه. هنا كنت جبت صينيه دهنتها كده بالسمنه، دهنتها بالسمنه، وبعد كده ايه نزلت بيها بالعزيزه بتاعتي، اتبقى مني تاني، نزلت بقى عملت بيها صينيه كمان. الصينيه الاولانيه كانت مقاس ايه 28، والصينيه الصغيره دي كانت مقاس 24. سبتهم بقى يبردوا خالص. بصوا انتوا حتى ايه، انا جايبه لكم شكلهم هم بعد ما ايه ما صبيت فيهم الخليط بتاعنا. بصي هنا خلاص كانوا بردوا، بصي مفيش فيهم اي حاجه. عندي بقى معلقتين سمنه بلدي حلوين كده، كنت بوريكم هنا ان هي خلاص بردت. عندي معلقتين سمنه بلدي حلوين، وادهن وشهم. عندك عسل ابيض، العسل الابيض برضو حطوا معلقه عسل ابيض مع السمنه وحطهم على وشهم، بيخلي الطعم تحفه برضو، وبيخلي الوش حكايه. انا ما كانش عندي برضو عسل ابيض الصراحه. مسكتهم دهنتهم كده بس بالراحه بس كده وانت بتدهني، وبعد كده بقى دخليهم ايه تحت الشوايه ياخدوا اللون بتاعهم، وسيبهم بقى بعد كده يبردوا. ويا سلام بقى، قطعوا كل منها. العزيزه دي يا جماعه بقى بتبقى حاجه حلوه كده بتدفي في الشتاء، يا سلام بيبقى على طعمها خطير. احنا اول ما بنروح اصلا عند بتاع الحلويات، اول حاجه دي بيحطها لك اصلا في العلبه وهو بيلفها لك. هنا كنت بدهن بقى الوش بتاعها سمنه بلدي. هي سهله وبسيطه اصلا يعني، مش بتاخد وقت منك. انت بس بتصبري عليها بس شويه لغايه ما ايه ما تهدى كده وتبرد، تكون مسكت نفسها، وقطعي بقى وكلي منها. هنا كانت خلاص بقى خلصت، دخلتها الفرن. هنا كانت طلعت من الفرن. كنت بوريكم بقى قطعت حته منها في الطبق. يا رب تكون وصفتي بتعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.